هنتكلم النهارده باختصار كده شديد. احنا هنتكلم عن التداول واللي بيطلع الناس كل يوم تطلع تقول لك تداول والكلام الفاضي ده. بص يا حبيبي، مفيش حاجه في الدنيا اسمها شخص معاه فلوس هيطلع على السوشيال ميديا يقول لك انا معايا فلوس ويوريك الفلوس اللي معاه وتعالى اعلمك ازاي تعمل فلوس زيي. هو مش فضيلك، هو اصلا مش فضيلك علشان يقول لك تعالى اعلمك ازاي تعمل فلوس زيي واعمل لك كورس واشترك في الكورس بتاعي. يا حبيبي هو مش فضيلك الا لو كان شخص بقى فاضي تمام وحابب يعمل نصبايا عليك. تمام، الناس دولت معاهم فلوس ولكن بيعملوا فلوس على قفاك انت وعلى استغفالك انت، والله زي ما بقول لك كده. وانت للاسف الشديد بتروح للناس اللي زي ديت علشان انت دايما علشان انت طول عمرك بتختار السهل، المناطق السهله، الحاجات السهله بفكرك، وهما بيهيئوا لك كده ان انت هتروح. احنا هنتكلم النهارده باختصار كده شديد. احنا هنتكلم عن التداول واللي بيطلع الناس كل يوم تطلع تقول لك تداول والكلام الفاضي ده. انا بص مفيش حاجه الا لما دخلت فيها. انا بكلمك عن تجربه وهكلمك على عروض اتعرضت عليا. تمام. انت فكرك ان انا هروح دلوقتي هاخد كورس تداول ب 2000 دولار ايا ب 2000 دولار ايه 200 دولار ولا ب 150 دولار، اقعد في الكورس وليكن شهر، هطلع اشتغل واعمل، هطلع تداول واعمل فلوس. انت ده فكرك وهعمل ملايين وهركب عربيات وهكسر الدنيا. هي دي مش الدنيا. مين اللي قال لك كده؟ كان كله دلوقتي بقى طيارات، مفيش الكلام ده. يا حبيبي اسمعني، انا هفهمك القصه ماشيه ازاي، بس عايز افهمك يعني ايه تداول. التداول ده يعني انت بتشتري حاجه، تشتري سهم ب 100 جنيه مثلا. السهم ده اصلا عباره عن ايه؟ عن منتجات اشترت، عن منتجات، عن عربي، عن حاجات معينه، مشتريات في السوق. وانت يا حبيبي اشتريت مثلا سهم في الحاجات ديت، وليكن شركه بتبيع، اشتريت سهم فيها وليكن السهم ده لمنتج معين. تمام، انت اشتريت السهم ده مثلا ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه. تمام، احنا بندي الامثله الميته اللي هو امثله تعبانه اصلا. تمام، وانت ونصيبك، انت فاهم، وانت ونصيبك يا ربح السهم يا خسر السهم. واغلب الناس المبتدئين بيخسروا في التداول. المبتدئين بيخسروا في التداول فلوس كتيره. طبعا كل المنصات مش عايز اذكر اسمها علشان الفيديو ما يتقفلش. طبعا دي بتروج لك ايه بقى؟ تقول لك تعالى واكسب بالدولار ومش عارف ايه. بص يا صاحبي انا فاهمك اللعبه بتمشي ازاي. المنصات ديت بتطلع للناس ديت اللي هم انا مش عايز اذكر اسمهم واللي اتعرض عليا قبل كده. دولت بيجوا لك يقول لك بص يا صاحبي، انت هنتفق معاك اتفاق شهري. تمام، للناس ديت. تمام، هيدوهم مبالغ معينه شهريا على الناس اللي هم بيدخلوها. يعني كل شخص انت هتدخله من عندك انت هنديك عليه رقم معين. فاهم؟ فالناس ديت تبدا تعمل محتوى او ايا يكن، سواء كانوا يعملوا محتوى سواء كانوا يعملوا اي حاجه. المهم الناس دي بتطلع بقى تعمل محتوى. فاهم انت؟ وراح جايين يا حبيبي يطلع لك يركب عربيه ياخد الفلوس من الشركه ديت، مثلا عربيه ومأجر له بقى مش عارف كام خدم ومأجر له فيلا. تمام، ويعيش لك فيها على اساس ان هو غني، على اساس ان هو غني، ويطلع كده في الفيديو يمسك اللاب اسم التداول مش عارف ايه. تمام، ويقول لك تعالى تداول واشترك في الكورس بتاعي. ده كله انت شايف ان ده معاه فلوس انا عايز اعمل زيك فتروح تمشي وراه. لكن دي مش الحقيقه. هو الحاجات اللي حواليه دي كلها فيك، وكل اللي معاه ده حاجات مأجرها علشان انت تتزاول. واو ده معاه فلوس، طب انا عايز اعمل زي الراجل ده، فتخش تشترك في الكورس بتاعه ياخد من وراك فلوس. فلما تخش تشترك في الكورس بتاعه يخليك تروح تتداول في المنصه ديت، فالمنصه تاخد منك الفلوس اللي انت بتخسرها. مفيش حد بيكسب. تمام، ويوم ما تخسر فلوس هيقول لك الحياه صعبه، ما هي كله كده وفي البدايه بتخسر ومش عارف ايه وهتكسب مش عارف بكره ولا بعده. طب هو يا عبد الله في تداول؟ في تداول، ولكن مش اللي انتوا فاهمينه. في تداول على منصات، وفي، انا مش عايز اذكر منصات، كلها منصات. في منصات حلال تقدر تتداول عليها، ولكن التداول زي كانك انت بتشتري حاجه وانت ونصيبك. غلط بتبيع، غلط يا اما رفعت يا اما غاليه بتشتريها رخيصه وتبيعها غاليه، ولكن طبعا مش هتبيعها غاليه تاني يوم. هي السوق طالع ونازل، اسهم طالعه واسهم نازله. فاهمني؟ فما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يضحك عليك. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها ان انا هروح النهارده اتعلم بكره هعمل فلوس ولو خسرت اصل مش عارف. مفيش الكلام ده كله. الناس دي بتضحك عليك وبتستغفلك وبيعملوا لك البحر طحينه علشان تمشي وراهم، علشان تمشي وراهم.
الناس دي بتضحك عليك، لا معاهم فلوس، هم معاهم فلوس ولكن الفلوس اللي معاهم دي عملوها من وراك انت، يعملوا لك محتوى ويجيبوا فيك فولورز وكل حاجه فيك في فيك، وانت بتصدق وتروح تعمل زي الناس ديت. فانصحك بلاش تعمل كده، تتعلم حاجه تفيدك. وعموما انا اسمي عبد الله احمد، ودي قناه اكس ليدر ماركتنج، وبدات انزل محتوى على اليوتيوب. لو حابب ان انت تتعلم تسويق الكتروني، لو حابب تتعلم ديجيتال ماركتنج تسويق الكتروني، علشان خاطر انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده كتير. عموما انا مجالي هو التسويق الالكتروني. لو حابب ان انت تتعلم، فانا بنزل فيديوهات على اليوتيوب تعلم التسويق الالكتروني من الصفر للاحتراف، علشان تسوق المنتج بتاعك كويس وتسوق الخدمه بتاعتك كويس. كان معاكم عبد الله احمد، واشوفكم في فيديو جديد، وما تخليش حد يضحك.